واجه العقارب والتعابين عن قرب عشان يشرح اللي خطر واللي مش خطر. في طرف اسود، شايف الطرف الاسود اهو. الطرف الاسود ده دليل ان هو سام جدا، ممكن يقتل اطفال او يقتل كبار السن. قعد ساعات طويلة يدور على نقطة مية صغيرة، اهم حاجه دلوقتي الاولويه بتاعتنا ان احنا نشرب ميه ونتدفى. ولما لقاها كانت ملوثة. شربها وهو عارف إن ممكن يتعب، لكن في لحظتها غريزة البقاء كانت أقوى من أي تفكير. والجميل إنه ما كانش بيحكي تجارب غيره، ده كان بيمر بيها بنفسه وبيصور كل لحظة. الصحراء ما بترحمش، وجسم الإنسان ما بيقدرش يستغنى عن المية أكتر من 72 ساعة متواصلة. والحر والرمل والصحراء يولع الدنيا تحت رجلك في عز الظهر. والوحدة أصعب من الجوع والعطش. عارف يعني إيه تكون محاط بسكوت يخليك تحس إنك اختفيت من العالم؟ لو انا بدور على حد ممكن اشوف بيه الطريق. لكن شاهين كان مختلف وشايف إن ده مش معاناة، هو شايف إن ده علم يفيد بيه الناس وينقذ بيه حياتهم.